الصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي، نتمنى تكون بأحسن الأحوال بصحة جيدة إن شاء الله. رجعت لكم اليوم في وصفة خفيفة ظريفة. هذه الوصفة توجد عفوا في دقائق. هي وصفة صيفية بامتياز. كامل كما تعرفوا الموسم تاع الباذنجان، راح نحضروا به، راح نقلوا هذا الباذنجان بطريقة مختلفة، طريقة رائعة. إذا هنا جبت الباذنجان تاعي، غسلته ونقيته مليح، وراح نحيلو نحيلو القشرة تاعو كيما راكم تشوفوا. إذا بالنسبة للباذنجان تبدو الكمية اللي تفضلوها ولا على حساب العائلة نتاعكم. هنا جبت أنا نقي في الباذنجان تاعي كيما راكم تشوفوا بعد ما غسلته هكذا بهذه الطريقة. هنا من الأحسن ديروا هذاك الباذنجان اللي يجيك شغل شوية مكور، ما يجيش هكذا طويل. إذا بعد ما نقيت الباذنجان تاعي ونحيلو هذاك الراس نتاعو اللي من الفوق، وجبت هنا راح نقسمو هكذا بالطول بهذه الطريقة. نظن الفيديو راه واضح، فقط تبعوا كيف راني ندير معاه. إذا هنا بعد ما قطعته هكذا بالطول راح نقلبو على الجهة الأخرى وراح نقطعو ثاني بالطول. راح نتحصلوا على هذا الأوراق ولا هذا الأعمدة تاع الباذنجان كيما راكم تشوفوا هكذا نتحصلوا عليها. إذًا وفي نفس الوقت راني دايرة هنايا طاجين ولا نديرو طاجين ولا كسرولة كبيرة، راح ديروا فيها هذا الباذنجان تاعكم قيس ما يدخلوا طياب. إذا بعد ما نكمل الباذنجان تاعي نقطعوه بهذه الطريقة، تقطعوه على شكل شرائح طولية. هذا هو الشكل تاعو النهائي. كيما قلت لكم ندير أنا الماء راه يغلي معايا. كي نشوفو غلا راح ندير فيه الملح، كمية من الملح، ما نحبش نطيبوه صامت بطبيعة الحال. ومن بعد راح ندير، إذا هنا رميت كمية نتاع الملح، وراح ندير هذاك الباذنجان تاعي حتى يدخلوا طياب معانا. هنا من الأحسن أنايا الباذنجان تاعي كيما قلت لكم جاي طويلة على هذيك، ما كي درتو في هذا الطاجين جا شوية طويل عليه. وبالنسبة للماء أنا راني دايرة الكمية نتاع الماء فقط. كيما تعرفوا الباذنجان كشغل إسفنجي راح يطفو في كل الماء، مش راح من بعد قد ما يدخل الطياب ما تخلوش يطيب حتى يذوب كامل معاكم هذاك الباذنجان. إذا نقيس ما يدخلوا الطياب، راح ثاني نقلوه على هذيك راح يدخلوا الطياب في القلي. إذا هنا بعد ما يطبخ معنا هذاك الماء ويطيب معنا هذاك الباذنجان كيما قلت لكم ما تخلوش يذوب، راح نروحوا للمرحلة الثانية اللي هي هنا عندي لاشابور اللي كنت حضرته في البيت. بالنسبة للاشابور تاعنا هذا درته في صحن كيما هكذا. راح نضيف عليه الملح، فلفل أسود، شوية نتاع الكمون، وراح نضيف عليه فلفل أحمر حلو كيما راكم تشوفوا في الفيديو. إذا هنايا بعد ما نضيف عليه هذه البهارات نتوما ديروا البهارات اللي تفضلوها. راح نخلط هذيك لاشابور ولا هذاك الخبز المرحي مع هذوك البهارات مع الملح، هكذا باه يجينا الباذنجان تاعنا يجي بنين. صدقوني راح يجي بنين بزاف، تقول عليه اللحم، تقول راكم تاكلوا في اللحم. اذا هنا ضفت ملعقه نتاع المايزينا باه تعطي له هذيك القرمشه كي نقلوه. راح نخلطها مع هذا الخبز المرحي، وراح نجيب الباذنجان تاعي. ما نديرش الغلطه تاعي انا خليته شويه طاب زياده على اللزوم. جبت هنايا ورق المطبخ كيما راكم تشوفوا، باه يمتص لي هذاك الماء وحطيته فوقه كامل، يمتص لي هذاك الماء اللي غلالي فيه الباذنجان. وهنا راح نحط ثاني فوقه الورق هذاك باه يمتص كامل هذاك الماء. هذه هي طريقة سهلة. ومن جهة راح نجيبوا زوج حبات نتاع البيض هنايا. ديروا حتى 3 حبات نتاع البيض. هنايا بقات لي مع التالي ما كفانيش. راح نضيف لهذا البيض نتاعي الملح فلفل اسود، وراح نجيبو شويه نتاع المايونيز راح نضيفوها لهذا البيض. هي ثاني راح تعطي له واحد البنه مختلفه وبنه رائعه. راح نخلطها مع هذا البيض. راح نخلط هذا المكونات
نظن راهي واضحة الخطوات نتاع الوصفة. بعد ما خلطت هذاك البيض وهذاك المايونيز وهذاك الملح أنا درت في صحن كبير شوية باه نرمّد ولا عفوًا باه نغطس الباذنجان تاعي. إذا هنا جبت هذاك الباذنجان نغطسه في هذاك ولا نرمّدو في هذاك الخبز مع داك البهارات والملعقة نتاع المايزينا، راح نرمّدو كامل، ومن بعد راح نجيب نغطسه في هذاك البيض مع المايونيز اللي كنت خلطته من قبل. إذا هنا بعد ما رمّدناه في الخبز راح نرمّدوه ولا راح نغطسوه في هذاك البيض، ومن جهة رانا دايرين المقلة تاعنا فيها الزيت وراح يتسخن معانا، راح ندوه مباشرة للمقلة هذا الباذنجان وراح نخلوه حتى يتحمر معانا. إذن هذه هي الطريقة نتاع القلي تاع هذا الباذنجان، صدقوني تجي طريقة مختلفة وتجي رائعة، البنة تاعو هايلة، فيه واحد القرمشة وفيه واحد البنة هايلة، جربوه بهذه الطريقة. طريقة مختلفة وماشي دايما نحضروها بالطريقة العادية نتاعنا، شرائح ونقلوه. يجي المظهر تاعو رائع والبنة تاعو أروع، يجي هايل. إذا راح نكمل كامل الباذنجان تاعي أنايا بعد ما نرمدو في الخبز نتاعنا وراح نغطسو في هذاك البيض. كيما قلت لكم أنا البيض هنا ما كفانيش ديرو 3 حبات نتاع البيضة. إذا راح هنا ما قلت غير حبة نتاع الباذنجان قلت نفوتها في هذا الكمية تاع البيض القليلة اللي بقات لي، وراح نقليها بطبيعة الحال كيما قليت الحبات الأولى. وراح تشوفوه البنات بعد ما يتحمر معنا من الجهة السفلية راح نقلبوها للجهة العلوية. إذا بالنسبة للباذنجان قلت لكم ما تخلوش حتى يذوب كامل معاكم، أنا خليت شوية طابت زيادة على اللزوم على هذوك هذوك الأخصنة ولا هذوك الشرائح نتاوعو شغل كي وليت نقلي فيه جاو هكذا متلاصقين مع بعضهم، وثاني راح يتقطعوا لكم في المقلة إلى خليتوه طاب مليح. إذا هنا بعد ما نقليه ويتحمر خلوه يتحمر معاكم من مليح، وراح يدي هذاك راح يدي هذاك اللون الرائع وراح يدي هذيك القرمشة، يجي روعة روعة روعة، فيه الذوق نتاع اللحم. إذا هنايا خلوه يتقلى معنا مليح، يدي لنا هذيك التحميرة وراح نقدموه. بالنسبة للتقديم أنا قدمته هكذا، راح تقدروا كيما الأتراك هنا يقدموه مع هذيك مع الصوص اللي كنت حضرته معكم تاع الرايب والثوم. راح يجي يعطي له واحد، ينحي هذيك القهومية نتاع الزيت، وراح يجي يعطي له واحد البنة ولا يجي معاه رائع رائع رائع. إذن هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، كانت خفيفة وظريفة ووصفة مختلفة وطريقة مختلفة عفوا نتاع قلي نتاع الباذنجان، راح يجي قنبلة في البناء. إذا جربوها بهذه الطريقة، ما تنسونيش باللايكات التعليقات كم المحفزة، وبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. سلام، نتلاقاو في فيديو آخر مع وصفة أخرى إن شاء الله، في أمان الله.